بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي متابعيني الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم انا نسألك نصر اخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان، امين يا رب العالمين. تصريحات 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 مش في محلها، تصريحات مستفزة، تصريحات تأجج مشاعر، تصريحات تخلي الجمهور الاهلي يحفل. كابتن حسين لبيب عمال يطلق بتصريحات من غير اي اساس. كابتن حسين لبيب طالع يقول الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، واللي مش هيوافق نستبعده، اللي مش هيقتنع نستبعده. خلاص قلنا مره وخلاص، لكن يفضل مستمر ويكمل انه ينزلها لوجو على قناه نادي الزمالك. مش بس كده، انه كمان مستمر بده. هي دي مشكله كبيره. لما يطلع اعلامي زي الكابتن احمد شوبير ويقول الاهلي اكبر قلعه رياضيه في مصر في افريقيا، اهو اعلامي. حتى لو كان في اعلامي ما بيمثلش النادي الاهلي، هو مقدم، لو حتى اخطا ممكن قناه النادي الاهلي كله ممكن يلغي التعاقد معاه او مع الشركه اللي بتدير القناه. اما رئيس نادي الزمالك فهو رئيس نادي الزمالك، مسؤول عن اللي بيقوله. فهو اكبر قلعه رياضيه في ايه؟ في عدد فروع النادي داخل مصر، في عدد المشتركين، في عدد البطولات. اكبر قلعه رياضيه في ايه؟ في عدد مرات الوصول للنهائي. اكبر قلعه رياضيه في مصر على اي اساس؟ انا شايف ان من يوم مباراه السوبر والتصريحات للزمالك ما بتنتهيش. لاعب يطلع يقول اللاعب ب20 عشان اللاعب التاني يجود وراه هدفي احسن من الهدف، عشان اللاعب اللي بعده يجود انا احسن من هالاند. طب يا كابتن حسين لبيب، انت النهارده بتقول الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، تمام. لاعب، اخبار اللاعب يوسف حسن ايه؟ اللي طالع بيبكي على قناه اخباره ايه؟ ولا اكبر قلعه رياضيه دي بتسيب ولادها، ما بتهتمش باولادها، بتخلي ولادها تبكي؟ وبرضه الكابتن ممدوح عباس اللي يلحقكم ويدفع للولد 50,000 جنيه. ايه يا كابتن حسين؟ عشان يجي الاستاذ ايمن الشريعي اللي بيدور على المكسب لنادي انبي بكل الطرق، اللي يجيب الولد ويتفق معاه ويعمل له برنامج تاهيلي ويمضي معاه. ده يوسف حسن لاعب في منتخب مصر الناشئين. المنافس عمل ايه مع علي معلول؟ واوعى تقول لي اصل علي معلول جاب بطولات وتاريخ ولعب وعمل. طب محمد محمود الاهلي عالجه كم مره من الصليبي؟ ده المنافس اللي انت شايف نفسك اكبر منه. ده في حاله اصابه اللاعب. طب الزمالك اكبر قلعه رياضيه على اساس عدد الشكاوي اللي بتتقدم من اللعيبه والمدربين في الفيفا؟ ايه لازمه ان اكبر قلعه ومش اكبر قلعه؟ ليه دايما خلاص انا بشجع احسن فرقه، انا رئيس احسن نادي، بس مش لازم اكبر نادي في مصر، احسن نادي. ما خلاص احسن نادي، ما هي الناس فاهمه ان انت النادي يعني موجود فين. ده الفيفا تجيب سيره الزمالك لا في الشكاوي والايقافات، لا تجيب سيره الزمالك ان هو المنافس الاول للنادي الاهلي. المنافس الاول للنادي الاهلي، ده المنافس الاول للنادي الاهلي في مصر، حتى مش المنافس الاول للنادي الاهلي في افريقيا. لان عمر ما الزمالك هيبقى المنافس الاول للاهلي في افريقيا، على الاقل على البطوله. بلاش التاريخ، انا ما بنتكلمش في التاريخ. في اخر 4-5 سنين، فايه لازمته؟ عشان يطلع قناه نادي الزمالك واحد المنتسبين لنادي الزمالك يطلع يقول احنا عايزين نواجه الاهلي، اصل مواجهه السيراميكا اصعب من مواجهه النادي الاهلي. خلاص، طب ما طالما هي المواجهه سيراميكا اصعب، كنت بتنسحب ليه قصاد الاهلي؟ واوعى تقول لي عشان طلبات، ما طلباتك ما اتحققتش. ولا تشال رئيس لجنه الحكام وكملت الدوري، ولا رئيس لجنه المسابقات وكملت الدوري. كده كده مشي في نهايه الدوري. اللي جايه بتقدم استقالتها بعد نهايه الدوري، ملوش